محدش مشي في شوارع مصر الفترة الأخيرة غير ما قابل المشهد ده. بنت في سن إعدادي أو في ثانوي أو في جامعة لابسة طرحة نازلة كده ومبينة جزء من رقبتها وجزء من شعرها، ولابسة بنطلون وبادي محزق وحاطة فول ميك اب. كلامي هنا بقى للبنات اللي بتعمل كده، أنت لابسة الحجاب ليه؟ هل عشان هو موضة ولا عشان برض ربنا؟ لو بلبسه عشان موضة فدي موضة معفنة، لو بلبسه عشان برض ربنا فهل المنظر ده يرضي ربنا بالشكل اللي ربنا أمر بيه، اللي هو لا يصف يعني ما يكونش مبين حدود الجسم؟ تاني حاجة لا يشف يعني ما يبينش اللي أنت لابساه تحتيه. تالت حاجة ما يكونش زينة في حد ذاته، اللي هو كده حاجه شاذه من كتر التبهرجه والزينه اللي فيه. انا بقى بعمل كل القواعد دي ليه؟ عشان ربنا امر بكده. طب انا مش مقتنع، مش لازم ان نقتنع اصلا بحكم ربنا امر بيه عشان نعمله. احنا بنصلي وبنصوم وبنحج وبنزكي عشان ربنا امر بكده. حتى قراءه كده معايا ربنا بيقول ايه اي تفاصيل زياده. ما ينفعش اقول لربنا انا مش مقتنع وينفع اعدل على امرك. دي مش من صفات العبد التقي لله. العبد من صفاته اللي يقول سمعنا واطعنا وينفذ حالا، زي ما نزلت ايات الحجاب ونساء المهاجرين ونساء الانصار قطعوا حته من العبايات اللي كانوا لابسينها وعملوها كلهم زي الغربان من كتر التخفي. اول ما الامر نزل سمعنا وقطعنا والتنفيذ حالا. لو افترضنا وتخيلنا وانت ماشيه في شارع وقابلت النبي صلى الله عليه وسلم، هل هتروحي له بسرعه ويشوفك ويفرح بيك زي امهات المؤمنين، ولا هتتكسفي منه وتستخبي وتتحرجي من المنظر اللي انت لابساه؟ مش الموضه اللي هتحدد الحجاب وشكله. ما تتهونيش في الموضوع ده، والله الموضوع جنه ونار. في النهايه ربنا يحمي بنات ونساء المسلمين اجمعين ويبعد عنهم الشر والفتن والموضه اللي هتوديهم في داهيه دي. بس كده، لو وصلت لنهايه الفيديو يا ريت تشيره مع كل الناس عشان المعلومه ما توقفش عندك انت بس.